السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده وصفتنا سهله ولذيذه وكلنا طبعا بنحبها، وهي صينيه اللازانيا او مكرونه بالفراخ. هنجيب لو احنا عندنا طبعا فراخ فايضه من اكل امبارح او عندنا في التلاجة ما بنرميهاش، بنستفيد بيها عشان ما نقعدش نحتار ونقول هنعمل بيها ايه. فانا هقول لكم الوصفه الحلوه دي. اول حاجه هنجيب قطعه الفراخ هنقطعها كده بالطريقه دي ترانشات كده. بعد كده هنجيب الطاسه بتاعتنا هنحط فيها شويه زيت، وهنجيب بصلتين كبار حلوين كده نفرمهم في الكبه، وبعد كده نشوحهم على النار. وكان عندي برضو كبد وقوانص للفراخ برضو ما نرميهاش او ما نفكرش هنعمل بيها ايه، حطيتها تتشوح كده مع البصل. وبعد كده بجيب طماطمايه وقرن فلفل اخضر حامي وقرن فلفل اخضر عادي رومي يعني، وبقطعهم قطع صغيره وبحطهم في البصل مع البهارات اللي هي الكزبره والملح وفلفل اسود وبابريكا، وبحطهم يتشوحوا على النار. بعد كده اصبحت الخلطه عندي جاهزه، بحط عليها بقى قطع الفراخ اللي انا قطعتها. عايزه تضيفي فلفل الوان، عايزه تضيفي زيتون، مفيش مشكله. بعد كده هنعمل بشاميل. هجيب معلقه سمنه و3 معالق دقيق كبار، وبشوح الدقيق بشوحه كده في السمنه لغايه ما الاقيه فك كده، وبعد كده بنزل بكيلو حليب وبقلبهم بسرعه. بعد كده بحط له البهارات اللي هو ملح وفلفل اسود. عايزه تضيفي مكعب مرقه دجاج ما تحطيش ملح، بس افركي المكعب كده علشان ما يكلكعش في البشاميل، بس انا ما بحبوش بصراحه في البشاميل، بكتفي بالملح وفلفل اسود وكزبره ناشفه وبقلبهم حلو كده. وبعد كده بجيب كبشه جبنه شيدر على موتزاريلا بحطها كده في البشاميل، بتبقى تحفه يعني. ما بحطش على الوش المكرونه، عايزه تحطي كمان حطي، بس ده لما بحطها في البشاميل بحس ان البشاميل كده بيدي مطه كده، بيبقى طعمه حلو جدا، والمكرونه كلها بتاخد من نفس الطعم. بعد كده بجيب المكرونه عندي كانت اتسلقت خلاص، بحط عليها معلقتين كبار كده من البشاميل وبقلبها. بعد كده بحط نص المكرونه في الصينيه بتاعتي وبفردهم كده. بعد كده بحط الخلطه اللي انا عملتها او الحشوه اللي انا عملتها كلها. طبعا هي زي المكرونه البشاميل او تعتبر مكرونه بشاميل، بس مكرونه بشاميل اللي بتبقى باللحمه المفرومه، ودي علشان بس احنا غيرنا وحطينا فراخ. بعد كده هنحط الكميه الباقيه من المكرونه وبفردها كويس كده في الصينيه. عايزه بقى تحطي جبنه كمان، انا بحط البشاميل، شوفوا البشاميل نزل كده هتحسوا ان في مطه كده. عايزه تحطي بيضه كمان وتحطها في البشاميل وتقلبيها كويس مفيش مشكله، بس انا اكتفيت بالجبنه. وبفردها كده على وش الصينيه، طبعا بقطعه فراخ واحده عملت لي كل الصينيه الحلوه دي. بعد كده بقى حطيتها في الفرن، بس المره دي حطيتها في الفرن اللي هو الغاز بره، اخدت معايا حوالي ساعه الا ربع كده، وطلعت عندي بالشكل ده. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناه.